بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في البداية دعواتكم لأهلنا في فلسطين، دعواتكم لأهلنا في السودان الشقيق، دعواتكم لأبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللي توفاهم الله، ربنا يجمعنا بهم في جنات النعيم، ودعواتكم لكل مريض بالشفاء العاجل، آمين يا رب العالمين. يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. ومنتظر تعليقاتكم. ميدو هو الآخر على قناة النهار بيحرض جماهير نادي الزمالك على الدولة، وبيتهم الدولة بظلم نادي الزمالك، وإن الزمالك موقفه سليم، وإن وزير الشباب والرياضة وإن وزير الإسكان ما فهمناش منهم حاجة، ما طلعناش منهم بجملة مفيدة. تعالوا نسمع كده ميدو بيقول إيه. نسمع كده. بكل أدب وبكل احترام وبما يليق بتاريخ نادي الزمالك، لأن الشواهد بتقول إن الأرض دي هتتسحب. إيه معنى إن الأرض دي تتسحب؟ أيوه، ايه معنى الارض دي تتسحب يا استاذ جهبذ بتاع الاقتصاد وبتاع القانون وفاهم في كل حاجه؟ وإن الزمالك ياخد أرض بديلة، عشان برضو السادة المشاهدين يبقوا فاهمين. أول حاجة، تمام، الانفستمنت والاستثمار اللي أنت كنت عامله في الأرض ده راح عليك. اللي هو ايه بقى سعادتك؟ الاستثمار اللي اتعمل في الارض ان احنا بعنا، ده استثمار. طب ايه المجدعه في كده؟ واحد خد حته ارض وسقعها وباعها، الدوله كتعه بتديك عشان انت تستفيد، ما استفادتك تستفيد وتصرف على المؤسسات بتاعتها وتريح الناس من ارتفاع الاسعار، لو هي عايز تعمل كده يعني. لكن انا اديك ارض عشان تسقعها وتبيعها وانا قاعد، والارض بتاعت الدوله. الملايين اللي أنت صرفتها راحت عليك. اللي هي بقى ايه الملايين اللي انت صرفتها سعادتك؟ ايه الملايين؟ ده الارض محطوط عليها سور من ايام مرتضى منصور، اتعمل فيها مباني ايه؟ ده يمكن اوضتين للعمال الغفر اللي هيحرسوا الارض ولا بتاع. ايه الارض؟ ما احنا شفنا الصور يا استاذ ميدو اللي نشرتها وزاره الاسكان، ازاي الارض فاضيه ما فيهاش اي حاجه خالص. استثمار ايه يا ميدو؟ ولازم تسدد الكلام ده لرجال الاعمال اللي اشتغلوا فيها. طب ما تسدد، انت مش خدت فلوس وعملت شركه بعيد عن نادي الزمالك وفتحت حساب باسم الشركه ديت؟ جرى ايه يا عمنا؟ ما تسدد يا ميدو. وانت صرفت الفلوس في ايه؟ عملت الفلوس بقى ايه؟ ده نمره واحد. نمره اتنين، ده معناه بالنسبه لي ان التصاريح اللي كان واخدها مسؤول الزمالك ونادي الزمالك في ان هو في قطعه من الارض يقدر ان هو يستثمر فيها مش هتجيلك تاني. حلو حلو، وصلنا البيت القصيد اللي انت ما انتش عايز تفهمه من الاول. يعني لو القرارات او الزمالك كان حصل على موافقات ببيع الارض 5% او 10% من مساحة الارض لمشروع استثماري، كومباوند، وحدات سكنية، وحدات مش عارف ايه، حلو، لو هي كانت ماشية بشكل قانوني وان الدولة بتسمح بيها للجميع، ومفيش فيها مخالفات، بالتالي هتاخدها تاني، تاخد موافقات تاني. لو لم تكن بالشكل القانوني وفي الإطار القانوني، بالتالي مش هتاخدها تاني. حضرتك النهاردة لما تروح تقدم على، عندك عربية، اشتريت عربية رايح تطلع لها رخصة، فبتمشي بإجراءات 1 2 3 فبتطلع لك الرخصة. لو بعت العربية واشتريت عربية تانية ورحت تطلع لها رخصة أو تمشي بنفس الإجراءات بتطلع لك في عربية تانية. الأرض بقى أنت مشيت في حتة أرض وخدت حتة أرض وخدت موافقات واستثمارات والكلام ده، لو هي بشكل قانوني، لو خدت أرض تانية هتمشي لك بشكل، لو أرض تالتة هتمشي لك بشكل. لكن لو أنت واخدها بشكل غير قانوني أو القانون لا يسمح بذلك، فبالتالي لو اتشقلبت على مش هيسمح لك تاني. فكونك ان انت تقول لو انا خدت ارض تانية مش هيسمحوا لي انها يبقى انت ماشي بشكل غير قانوني، كان في استثناءات او في خطأ في هذا الامر يا ميدو. هتبقى خلاص نادي بتبني وبتبيع ممبرشيبس، بتبيع عضويات. تاني الحتة دي، ده معناه بالنسبه لي ان التصاريح اللي كان واخدها مسؤول الزمالك ونادي الزمالك في ان هو في قطعه من الارض يقدر ان هو يستثمر
فيها مش هتجيلك تاني. هتبقى خلاص نادي بتبني وبتبيع ممبرشيبس، بتبيع عضويات. ده اسمه ايه؟ لونج تيرم انفستمنت. حلو، يعني انت هتبقى نادي بتبني وتبيع عضويات زيك زي كل الانديه اللي بتاع، زيك زي الاهلي زي. لا، ميدو عايز بقى استثناء. احنا عايزين نبيع حته ارض. هو حضرتك نادي رياضي والارض واخدها علشان نشاط رياضي واجتماعي، ولا حضرتك مطور عقاري واخد حته ارض بتاخدها وتبيعها حضرتك زي هشام طلعت مصطفى والعبار والناس دي، يعني انت حاجه شيء او كيان استثماري سعادتك، ولا كيان رياضي وبتعمل نادي اجتماعي؟ واخد الارض على اساس ايه؟ استثمار طويل الامد. يعني انت النهارده خلاص دخلت في ايه؟ في بيزنس بلان تاني، ودخلت في قصه تانيه، ودخلت في كل حاجه. وده معناه بالنسبه لي تمام ان نادي الزمالك لو كان متاخر 10 سنين، فالقرار ده هيأخره 10 سنين كمان. حلو، نقعد بقى نولول. عشان كده انا بقول لك اتمنى ان الارض ترجع نادي الزمالك، ان هيقعدوا يعلقوا شماعات احنا ضدنا، رغم انهم غلط في كل حاجه عندهم غلط. ازاي ضدنا والدوله والاهلي نادي الدوله؟ انا بقول لكم الحقيقه. انا بقول لكم الحقيقه. حقيقه، انت تملك انا الحقيقه. بطالب اعضاء الجمعيه العموميه بكره ان هم يروحوا ويوصلوا رسالتهم تاني هنا في نقطه مهمه وهتشوف اسمعوها في اخر هذا الكلام. بيطالب الجمعيه العموميه يروحوا يوصلوا صوتهم لمين بقى؟ اسمع. انا بقول لكم الحقيقه. حقيقه. انا بطالب اعضاء الجمعيه العموميه بكره ان هم يروحوا ويوصلوا رسالتهم تاني بتواجدهم وبدعمهم للنادي. دعمهم للنادي مش لمجلس الاداره. الاشخاص بتروح وبتيجي والنهارده حد قاعد على الكرسي، بكره حد تاني قاعد على الكرسي، انما الزمالك هو الكيان المستمر. ابوي بيقول الجمعيه العموميه، اعضاء الجمعيه في الجمعيه العموميه النهارده في نادي الزمالك بيطالب الاعضاء انهم يروحوا يعني يصوتوا في الوقت اللي حسين لبيب ومجلس اداره نادي الزمالك بيحرم نادي الزمالك من ملايين قد تعود على نادي الزمالك. بيطالب جماهير او بيقول كده ان احنا مش هنطبق غرامه عدم او عدم الحضور. يعني لو انت ما رحتش المفروض في غرامه بتطبق على الاعضاء اللي ما راحوش، فاحنا هنلغي، مش هنطبق هذه على الرغم من الغرامه دي انها ممكن تكون ملايين وتصب في خزينه نادي الزمالك. لكن الراجل مش عايز دوشه، انا مش عايز ناس تروح، انا مش عايز حد مثلا ممكن يحتج عليا، تجمعات تحصل فيها هجوم على مجلس الاداره، هتافات ضد مجلس الاداره، هكذا مش عايز. بس اهم حاجه الزمالك يخسر، مش مشكله ملايين. هو الحقيقه الواحده، واعضاء الجمعيه العموميه لازم يعرفوا مسؤولياتهم. ميدو بيقول لك الزمالك هو الحقيقه. يعني ايه الزمالك هو الحقيقه الواحده؟ الحقيقه الواحده في ايه؟ الكيان المستمر، وهو الحقيقه الواحده، واعضاء الجمعيه العموميه الحقيقه الواحده اللي كلنا هنموت، يعني كلنا لازم يعرفوا مسؤولياتهم، ولازم يعرفوا ان هم اصحاب النادي الحقيقيين بصوتهم. الزمالك في مفترق طرق. انت بقالك كام سنه يا ميدو بتطلع الزمالك في مفترق طرق؟ والزمالك نفسه بقاله كام سنه في مفترق طرق؟ الزمالك في مفترق طرق، في الطرق القانونيه، وفي الطرق ان انا اتواجد في النادي واقول رايي. حلو، الطرق القانونيه دي كلنا عارفينها، امشي في اطار القانون. انما بقى الطرق النادي تقول رايي، اسمع بقى، ده ضغط وتحريض على الدوله. واقول صوتي والناس تحس بقيمتك وبتقلك. بتقلك دوله، هدد الدوله بتقلك. لغز كبير جدا بالنسبه لي. ليه دلوقتي؟ اللي هو ايه دلوقتي؟ ليه دلوقتي لغز كبير بالنسبه لي. اللي هو ايه بقى دلوقتي؟ ليه دلوقتي؟ لجان وزاره الاسكان نزلت واتحركت وسحبت الارض. علشان مهله السنتين اللي انت خدتهم خلصت. ليه دلوقتي؟ حضرتك النهارده انت عامل لي عقد ايجار سنتين بينتهي بنهايه شهر نوفمبر خلص، فانا جيت لك اقول لك اطلع من الشقه. فيها حاجه دي في ميعاد، وفي اقرار من مجلس اداره نادي الزمالك انه في حاله عدم تنفيذ في الموعد المحدد تسلم الارض لجهاز اكتوبر. في حاجه دي يا عميدو لا مفيش. لما الزمالك
ابتدى شغل على الارض وابتدى يصرف فلوس في الارض وخلاص اللي هي ايه بقى؟ تصرف فلوس على الارض؟ ايه اللي ورينا كده، ما تنشر لنا يا ميدو انت واي حد زملكاوي الصور الانشاءات اللي حصلت في ارض نادي الزمالك. هيخش له فلوس من الارض. خش له فلوس من الارض بشكل غير قانوني. مش قادر افهم. بسمع كلام معالي الوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، ما بطلعش باستنتاج حتى. بسمع كلام معالي الوزير الدكتور شريف الشربيني، معالي وزير الاسكان، وبحاول افهم ايه الاسباب. مش فاهم. الناس بتقول الدوله بتدعم الانديه الجماهيريه وخاصه نادي الزمالك وكل الكلام ده، على عيني وعلى راسي، بس الدعم ده وروني افعال. اعمل لك اديك فلوس؟ الدعم ده وروني افعال. اسيبك تسقع الارض؟ هل حضراتكم متخيلين ان في حد قابل، ومجلس الاداره تاني، مجلس الاداره لو قبل جمهور الزمالك مش قابل، واعضاء الجمعيه العموميه مش قابلين. مش قابلين ايه؟ الدوله قراراتها ماشيه بشكل قانوني. الزمالك لو قبل، انت مش قابل ايه؟ واعضاء اقفوا بقى، اعملوا نظموا وبتاع ضد الدوله. النهارده انت بتقول لي ان انا الفلوس اللي اتصرفت دي، وان الناس بعد ما خدت الموافقات، خدت موافقات من مين؟ خدت موافقات من جهات رسميه تابعه للدوله. وانا عرضت لحضراتكم هنا كل الاجراءات وكل المستندات اللي ما انت عرضت قبل كده عقد زيزو اتضح ان لجنه شؤون اللاعبين هتحكم له بملايين ضد نادي الزمالك. قعدت تقول لي دي عقد زيزو، قعدت تقول له في حاجات انت بتعرضها وحاجات ما بتتعرضش. في الجهه الطرف الثاني هيتكلم وقت من الوقت هيقول لك، والناس اللي طلعوا الموافقات ديت، وهل الموافقات دي مشروطه ولا الموافقات دي مفتوحه اعمل نفسك فيه، ولا لازم شرط تعمل بشرط موافقه اعضاء الجمعيه العموميه، تعمل بشرط لازم يكون موافقات من جهه فلانيه. انت ايه يا عم مين؟ تثبت صحه موقف الزمالك القانوني. الوقت ده تاني محتاج كل الزملكاويه يقفوا ورا الزمالك، ورا الزمالك. خد بقى الجمله دي، اسمع تاني، بيأكد تاني الدوله بيحرض الجمهور الزمالك على الدماء. ولا حد ولا ورا اي اشخاص. والرساله لازم تبقى واضحه وقويه وصريحه ان الزمالك مش صغير. الرساله لازم تكون واضحه وصريحه ان الزمالك مش صغير. يا دوله اوعي تقفوا في وش الزمالك، يا دوله الزمالك مش صغير يا جماهير. اوعى تسمع يا عم، انت واحد من الجماهير يسمع الكلام ده يا عم هتضر نفسك والله. يا اما كده يا اما باي باي زمالك. ذهب في مهب الريح وزيه زي اللي راح. ووريني الكرة هتبقى في مصر عامله ازاي. وريني من غير الزمالك الكرة. هو انت يعني هتبقى فتوه وتاخد فرده على الرايح واللي جاي وكل ينافس؟ وريني بقى الكرة هتبقى ازاي. هتبقى والله، ما هو بيراميدز طلع، هو هيطلع انديه تاني. مصر هتبقى عامله ازاي؟ هو الزمالك موجود دلوقتي، هو في اساسا كوره في مصر؟ ما هو الزمالك موجود، هو في كوره في مصر غير النادي الاهلي؟ هو في شكل الانديه؟ هو في شكل المنتخبات؟ هو في شكل للجمهور؟ مفيش كوره في مصر من غير ما الزمالك يبقى واقف على رجله. مش هقعد اكلمكم في الزمالك ودوره التاريخي وقدم ايه للمنتخبات الوطنيه وكسب دوره التاريخي، بطولات ايه لمصر. تاريخ الزمالك، الاسماعيلي خد مقاولين، خد الانديه كلها، في انديه كتير خدت بطولات، معروف للجميع. ولكن للاسف البعض يحاول ان يقلل منه، والبعض بيحاول تهميشه. وهنا لازم كل اعضاء الجمعيه العموميه وكل ولاد الزمالك وكل جماهير الزمالك يقولوا كلمتهم. الزمالك مش قليل. الزمالك مش قليل، الزمالك مش صغير، الزمالك مش قليل. اتمنى ان بكره تبقى مظاهره دعم وحب لنادي الزمالك من خلال تواجد وحضور اعضاء مظاهره، اعمل مظاهره يا جدع، الزمالك مش قليل يا راجل، الزمالك مش قليل. برافو عليك يا مين. تعالوا نشوف نتكلم عن قصه تانية. عبد الله السعيد بقى، اتكلمت مع حضراتكم من 3-4 ايام وقلت ان عبد الله السعيد طالب بمستحقاته من نادي الزمالك، وكلم جون ادوارد، احنا اساسا جاي علشان اخد قرشينات واختم حياتي واكسب جماهيريه، الكلام ده كله. الكلام ده اللي انا قلته لحضراتكم بياكدوا
سانتي صديق شيكابالا وصديق عبد الله السعيد، اسمع قال ايه عن خناقته مع جون ادوارد. في لاعب مهم زي عبد الله السعيد بالاسم اهو قال لجون ادوارد كده بالنص، دي اول مره يمكن تتقال عندك، حتى ما قلتهاش في اي لايف. في مناقشات حاده جدا قال له انا اصابتي دي بسببكم انتوا. ليه؟ لان انا بلعب وانا مقروف. انت فين اللعيبه اللي انتوا جايبين؟ انت جايب لعيبه ما بتعرفش تباصي. ده كلام يقيني مسؤول عنه. انا بلعب وانا مقروف، ايه مقروف؟ قرفان يعني، مقروف، انا بلعب وانا مقروف. لا, لا, لا الشباب وصل لمرحله صعبه. قال له انت جايب لعيبه ما بتعرفش تباصي، الفرقه سيئه جدا، فولا انتوا بتدونا فلوس ولا انتوا مريحيننا ولا انتوا مريحيننا في ملاعب تدريب ولا في اكتيف. اتخانق خناقه كبيره. خد بالك ليه الفريق لمصلحه الفريق مش لمصلحه عبد الله. قال له اصابتي دي اصابه قرف وزهق. فده كلام زيزو اللي اتقال فعلا. هي دي كرة التلج. كرة التلج بقى اللي هي فعلا لو انت كنت بعت زيزو بالخمسة ستة اللي انت كنت هتبيع بيهم، ما كنتش خدت النمرة اللي حصلت. 5-6 مليون دولار في لاعب عبد الله السعيد وخناقه مع جون ادوارد. محمد صلاح، نتمنى التوفيق لمحمد صلاح وكل الدعم لمحمد صلاح. الكابتن خالد بيومي بيعلق على هذا الامر ويطلب الدعم لمحمد صلاح، وعلاء مبارك بيرد على الكابتن خالد بيومي. خالد بيومي قال هذا الكلام، قال لك حان الوقت لكي تتكاتف جماهير الكرة المصرية لدعم أسطورة مصر وأحد أبرز اللاعبين في أوروبا والعالم خلال السنوات الأخيرة. محمد صلاح بحاجة ماسة إلى المساندة في هذه المرحلة الحرجة من مسيرته الاحترافية. يبدو أن صلاح يواجه محاولات لطمس تاريخه العظيم مع نادي ليفربول، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر في تاريخ النادي الإنجليزي العريق. رد عليه علاء مبارك وقال لك الأخ العزيز أستاذ خالد بيومي، لا أحد يستطيع طمس تاريخ وإنجازات محمد صلاح مع نادي ليفربول. إنجازاته من الصعب طمسها حتى المختلفين معه بالنسبة لتصريحاته الأخيرة، معترفين أن محمد صلاح نجم تم تسجيله من العظماء الذين لعبوا لنادي ليفربول. المشكلة حضرتك التي يراها النادي والمدير الفني هو خروج صلاح بتصريحات للإعلام في توقيت يحتاج فيه الفريق لكل الدعم من الجماهير والإدارة ودعم اللاعبين الكبار كصلاح حتى يستقر الفريق ويخرج من أزمة الهزائم المتتالية ويتحسن الأداء، كما يرى كثيرون أن حل المشاكل كاستبعاد صلاح من بعض المباريات وشعوره بالظلم كما قال يجب أن يتم مناقشتها داخل أسوار النادي مع الإدارة والمدير الفني وليس بالتصريحات الإعلامية. للأسف النتيجة أن النادي مع المدير الفني اتخذوا قرار استبعاده من قائمة اللاعبين المشاركة في مباراة انتر ميامي المقامة غدا في مدينة ميلان. في ناس كتير لما بتقول كلام اللي بيقوله علاء مبارك ناس بتهاجمه وناس بتنتقد وشايفين ان ده نقص وشايفين ان ده تقليل. وانا انتقدت محمد صلاح وقلت حط محمد او شيل محمد صلاح وحط اسم اي لاعب تاني من غير محمد صلاح، وشيل اسم ليفربول وحط اسم النادي الاهلي مثلا، او انت كزملكاوي حط اسم نادي الزمالك. خلي لاعب يطلع يتكلم بهذه الطريقه في ظل الاجواء دي والنتائج والكلام ده كله. محمد صلاح كلنا بندعمه من باب مصري واحنا مصريين وبندعمه، لكن لو جيت شلت فكرة ان انت مصري وهو مصري والمصرية او الوطنية او لو شلتها من كرة القدم وبصيت لمحمد صلاح منظور لاعب ونادي، وان مصلحة النادي اهم من مصلحة اللاعب، والتوقيت التصريحات اللي طلعت فيه في ظل الازمات اللي بيمر بيها النادي وحالة سوء النتائج، وان انا اللاعب يطلع ينتقد الادارة وينتقد زمايله في الفريق وان الاداء وينتقد المدرب وينتقد كل مجرد انه قاعد على الدكه. وكلنا لو سالت اي حد له في كره القدم الجلوس على الدكه هو لاي لاعب هو قرار لمدير فني هو حر فيه. ما كان عندنا عماد متعب وكان بيقعد على الدكه وكان حسام بدري بيقعدوا على الدكه. تخيل بقى طلع عماد متعب في هذا التوقيت انتقد الاهلي وانتقد المدرب وانتقد زملائه، انت كوضعك هيكون ايه كراجل مشجع النادي؟ هل هتنحاز لمصلحه اللاعب ولا هتنحاز لمصلحه الفريق؟ تاني بصفه محمد صلاح مصري وانا مصري، لا محمد صلاح يلعب بالعافيه مين ارني سلوت ده في بعض الناس شتموا هنا بيشتموا تجاوزات في حق سلوت وغيره بالفاظ بذيئه والفاظ ماشي. كلنا عايزين محمد صلاح وكلنا نفسنا انه يرجع ويقف على رجليه ويلعب ونادي ليفربول يأدي في وجود محمد صلاح، لكن
يا جماعه ما كل حاجه بالعقل وبالمنطق. صديقك هو من صدقك القول. انت صح ولا غلط؟ والله التصرفات ده بقول لك تاني، خلي محمد صلاح ده لاعب في النادي الاهلي بمحمد صلاح او تاريخ محمد صلاح او مهما لو جبت مين بالنسبه للنادي الاهلي. اتكلم عن النادي الاهلي، بس النادي بحس ان النادي عاوز يرميني تحت الاتوبيس او تحت الحافله ويدوس عليا، والمدرب مثلا اخفاقاته بسبب عاوز يشيلني انا ويحملني انا المسؤوليه، ومحمد صلاح بيلعب ما بيلعبش، وعندنا الخط الدفاع والاهداف اللي بتدخل في مرمانا هي بنفس الشكل بنفس الاداء بنفس الكلام ده كله. انت هتقبل؟ علاء مبارك قال الكلام اللي انا قلته بنفس الطريقه، لكن هنا ممكن علاء مبارك يطلع يعني ناقص، يطلع بيشجع نادي مانشستر سيتي او مانشستر، يطلع عميل، يطلع بتاع، علشان يا جماعه ما كل حاجه بالعقل. انا بقول لك اهو بالعقل، اقنعني. هل محمد صلاح ده لو هو لاعب في النادي الاهلي او لاعب في نادي الزمالك طلع واتكلم بالطريقه دي عن النادي بتاع، انت هتقبل؟ هتبقى متضامن معاه؟ ما ينفع مهما كان اسمك ومهما على شأنك في كرة القدم. ما فيش لاعب اكتر يعني اكبر من نادي، ما فيش لاعب اسمه اكبر من نادي. النادي فوق كل شيء يعني. تيجي تتكلم في كده يقول لك الله ناس عندها حاسه، ده طلع ناس مرضى نفسيين تجاه صلاح، مرضى نفسيين. يا عم الحاج بالراحه بلا، بنقول لك مصري وهو مصري وانا مصري، نتمنى له انه يركب على نادي ليفربول ويركب على ايرني سلوت، وايرني سلوت يطير وهو يبقى واخد السوكسي كله ويبقى 100 100 10 على 10. لكن تعالوا نواصل بقى الأخبار الخاصة بمحمد صلاح. محمد صلاح طبعا جيمي كاراجر تجاوز، وهو هجوم على محمد صلاح مش مبرر. يعني الراجل قال كلمتين والله ممكن يقول انه غير موافق، لكن بقى تمادى. قال لك محمد صلاح كان فاشل، ما حققش اي شيء مع تشيلسي قبل ما ينضم لليفربول، ولم يفز باي لقب مع منتخب مصر. اتمنى بقى الكلام ده يحفز محمد صلاح ونعمل حاجه في افريقيا الاخيره يعني. ثم هو انت جبته من تشيلسي، هو راح فيورنتينا ومن فيورنتينا على روما، كان نجم في روما وكان متألق كراجل. لكن انت بتبص لي المرحله بتاعه تشيلسي كان لسه في بداياته وتضرب بيها مثل بانه فاشل. ده غل بقى، ده غل. بالنسبه لايرني سلوت قال لك بعد تصريحات محمد صلاح لم اتحدث معه، والتواصل الوحيد بيننا وبينه عندما ابلغناه بانه لن يسافر معنا لمباراه انتر ميلان، اللي ان شاء الله ليفربول يشيل 5 ولا 6 من انتر ميلان في غياب محمد صلاح. قال لك لم اشعر اطلاقا ان علاقتي مع صلاح انهارت، يحق له الشعور بالطريقه التي يشعر بها، ولكني لم اشعر بذلك حتى السبت عندما لا اشرك لاعبا عاده لا يكون راضيا كثيرا عن المدرب. صلاح كان محترفا جدا مع الجهاز الفني وزملائه وكان يتدرب بجدية. تفاجأت قليلا عندما سمعت أنه أدلى بتلك التصريحات. رد فعلي على ذلك كان واضح، ولهذا هو غير موجود هنا الليلة. زميله حارس مرمى نادي ليفربول أليسون بيكر قال لك نحن جميعا نحب محمد صلاح، وهو لاعب بالغ الأهمية، إنه إنسان رائع ولاعب كرة قدم استثنائي. الوضع ليس سهلا وتفاجأنا به قليلا، لكننا نعلم أنه وضع شخصي، لذلك نترك الأمر له وللنادي. لا يهم ما نعتقده نحن، ما نريده هو التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة صلاح والنادي وجميع أفراد الفريق. وقال لك أعتقد أن سلوت كان حكيما في رده على صلاح وأتفق معه. لا أعرف ماذا كان يقصد صلاح، عليكم أن تسألوه بخصوص التضحية به. أتمنى أن يلعب صلاح معنا مرة أخرى، ولكن الموضوع بينه وبين النادي. لا أتابع كثيرا ما يقول الناس عن صلاح، والانتقادات جزء من كرة القدم. اللاعبون ما زالوا يقدمون الدعم الكامل لإيرني سلوت. في النهاية منتظر تعليقاتكم على كلام علاء مبارك وعلى كلام ميدو وعلى خناقة عبد الله السعيد مع جون إدوارد. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. شكرا على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.